وتشهد عدن إجراءات أمنية مشددة تتمركز فيها قوات المنطقة العسكرية الجنوبية التي تعد الوحيدة الموالية لصالح في البلاد. هذا ما آل إليه مهرجان الحراك الجنوبي للتصالح والتسامح في عدن. قتلى وجرحى سقطوا عندما أطلقت قوات موالية للرئيس صالح رصاصا حيا وغازا مسيلا للدموع على المحتشدين في ساحة العروض بخور مكسر. واقتحمت علينا عساكر الأمن المركزي والحرس الجمهورية، اطلقوا الرصاص والدوشكا والهراوات، واللي بقى مدوخ على طول عطوه كراسي. أنا كانت عندي زي الكظمة من القازة. ذكرى أحداث 13 من يناير عام 86 حينما وقعت صراعات دموية بين الفرقاء السياسيين في دولة جنوب اليمن آنذاك دفعت هؤلاء إلى إقامة هذا المهرجان بهدف إبراز القضية الجنوبية. اليوم يتهم الجنوبيون الرئيس صالح بنكث اتفاقية الوحدة الموقعة معهم. مستمرين بالعمل السلمي والنضال السلمي حتى تحرير كامل تراب الجنوبي من أرضه، حتى تحرير كل الجنوب ابتداء من البهرة إلى الضالع. البعض يرى بأن نشاط الحراك الجنوبي في هذا التوقيت بالذات قد يخلط الأوراق وربما يؤدي إلى تعثر تنفيذ المبادرة الخليجية، لكن كثيرين يشيرون إلى أن القضية الجنوبية طفت على السطح قبل الثورة ضد نظام صالح بسنوات، وهو لا يعني سوى أنها أصبحت محل اختبار بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني. هنا في منطقة كريتر المجاورة لخور مكسر يبرز خطاب مختلف لأنصار أحزاب اللقاء المشترك، خطاب يتعاطى مع القضية الجنوبية ولكن بمعالجة أخرى. الإطار الذي سيحل هذه القضية هو حوار وطني شامل يضم كل قوى الوطن بأطيافه السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني لوضع الحلول المناسبة لهذه القضية. تتجه أنظار الجنوبيين إلى الحوار المرتقب بين حكومة الوفاق الوطني وأطراف القضية الجنوبية، خاصة بعد انتخاب عبد رب منصور هادي رئيسا جديدا للبلاد المنتظر في الشهر المقبل. حمد البكاري، الجزيرة، عدن.